لا، منطقه هتبقى ليها مستقبل كبير جدا يعني. على شمالنا على يميننا هنا كومباوند. بحاول اوضح لكم المره دي بيت الوطن بطريقه احترافيه جدا، عشان الناس تاخد بالها كويس جدا وتفهم الوضع رايح فين بالظبط. اللي هيجي قاطع علينا دلوقتي ده المونوريل ومحور بن زايد، لان انتوا عارفين طبعا المونوريل ماشي على التسعين الجنوبي استكمالا بشارع النوادي القديم، بعد كده على محور بن زايد لحد العاصمه طبعا. فاحنا هنخش دلوقتي كمان هنكمل محور بن زايد. ده كده الحي السادس اللي على شمالنا، وادي محطه المونوريل. كده هنخش على محور بن زايد الجنوبي، وهلف ونرجع عشان اوريكم برضو ايه انا بوريكم النهارده بيت الوطن من الخارج، بوريكم حدوده فين. طبعا ده مول كبير. المول ده برضو يعتبر الى حد كبير بنسبه 90% خلص اللي على يميننا. هنكمل بعد كده في محور بن زايد، ودي محطه المونوريل اللي هي في بدايه دخلة شارع النوادي. ده محور بن زايد الجنوبي زي ما احنا مكملين كده. بعد ما نعدي محطة المونوريل هنا هوريك الحي السادس بيت الوطن. على الشمال هنا الحي السادس بيت الوطن، وبرضه في حجم انشاءات عالية جدا. محور بن زايد اخره العاصمة، يعني اخر الشارع ده في الكارتة، وبعد كده العاصمة الناحية التانية. ده كده الحي الثامن، بيت الوطن الحي الثامن. ده كده بيت الوطن الحي الثاني الثامن، سوري انا اسف. برضه في حجم انشاءات كبير جدا برضه. كل ده في انشاءات كبير جدا، لان برضه من اوائل الحي اللي اتسلمت في بيت الوطن الحي السادس والثامن. وفي ميزتين حلوين في الحي السادس والثامن، ان هم الاراضي بتاعتهم كاش على اقساط دولاريه. وكان مده وكان متسلمه بدري، وكانت مده طبعا انتوا عارفين مده سماح في الانشاءات 5 سنين من تاريخ الاستلام، من تاريخ استلام القطع 5 سنين. بعد كده يبقى في غرامات، وبعد كده لا قدر الله لو ما فيش انشاءات يبقى في طبعا سحب للقطع. كل ده الحي الثامن هنا يا جماعه. الحي الثامن كده احنا ماشيين في محور بن زايد برضه عشان تبقوا فاهمين احنا رايحين فين. المحور ده اخره هنعدي الناحيه الثانيه يبقى في العاصمه، في بعد الكارته بتاعت البروه. الحي الثامن طبعا كل اغلبه انشاءات. الاحياء برضه خلي بالكم الاراضي بتاعتها كاش، والاحياء برضه اللي اعتقد هتسكن قريب جدا ان شاء الله يعني. محور بن زايد الجنوبي كده شايفين من بعيد كده، لو شايفين جبل فتح العليم بس طبعا بعيد شويه.
وداخلين دلوقتي. هيبقى بعد اللي على طول الحي الثامن كومباوند باتي اورو، طبعا برضو شركه لافيستا. الكومباوند ده اتسلم وساكن فيه ناس سكنت فيه، وكده يبقى كده احنا جبنا حدود بيت الوطن بين الحي الثاني الحي الثامن. فاضل لنا النورث هاوس والتكميليه. ان شاء الله النورث هاوس والتكميليه ان شاء ربنا برضه هتبقى في نفس الفيديو ده. نرجع برضه اوريه لكم. ادي الحي الثامن على يميننا دلوقتي. ده الحي الثامن. في حجم انشاءات كبير جدا جدا جدا. اكتر الحي اللي فيها انشاءات هو الحي الاول والرابع. البرواز بتاع بيت الوطن اغلبه انشاءات. كرة الحي الثامن على شمالنا الناحية الثانية في أرض برضه لم تستثمر. وبعد كده ديارة قطرية وسيتي ايدج. ده كومباوند كبير جدا جدا جدا. واعتقد برضه الشارع ده من الشوارع الحلوة قوي قوي قوي، من الحوار الحلوة قوي اللي هيبقى فيها فرصة استثمارية كبيرة جدا. التجمع حصان كسبان. دايما اقول كده، التجمع حصان بيكسب. مفيش حد خسر في التجمع وحصل له مشكلة يعني في إعادة البيع والكلام ده كله. كده ده الفاصل ده كده. هنخش على التجميل وعلى النورس كده ان شاء الله. بعد كده نخش على التجميل وعلى النورس هوريه لكم. نورس هاوس وشمال بيت الوطن. بكده انا عملت لكم شرح كامل لكل ابعاد بيت الوطن بالخارج. ان شاء الله همسك حي حي واقول لكم يمسك الانشاء فيه حوالي قد ايه بالظبط.